يا أختي هذه مضت وتاريخ مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته، فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة، وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر، وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعة لشبهة عرضت لهم، كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه المسلم بيعتهم، ولكن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر، تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع. اللهم آمين. جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر أم عمر؟ بارك الله فيكم شيخ، ما المرجع في ذلك؟ يعني ما هي المراجع التي تكلمت عن هذه؟ والله يا أختي أنا ما أحب أن تدخلي في هذه المسألة، هذه مسائل مضت، والتواريخ كلها تحكي القضية بأساليب مختلفة، فمن التواريخ من يكون عند نوح لبعض الشيء ومنهم من يعرض ضد ذلك. فهذه مسائل مضت، مضى يزيد ومضى الحسين ولهم أكثر من 1000 وتقريبا 1070 سنة. أمر الانتهاء ما بالتمحيص الآن والفائدة، لكن أعتقد أن يزيد بن معاوية بيعته بيعة شرعية، وأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه نصح ألا يخرج إلى العراق وألا يقبل من دعاه للبيعة، وحذره ابن عباس وابن عمر والبرزق وكثير من الصحابة حذروه من الخروج إلى العراق، وأخبروه أن البلد انتظمت ليزيد وأن الخروج لا يؤدي لمصلحة، لكن رضي الله عنه أراد الله ما أراد وقضى الله ما قضى، وإذا نفذ القضاء فلا رد له، لكننا نترضى الحسين ونسأل العفو عن الجميع، ولله فيما قضى وقدر حكمة لا يعلم إلا هو. شيخ بارك الله فيكم، الحكمة من سؤالي لأن عندنا هني بعض الناس يثيرون هذه المسائل، فأنا سألتكم يعني ما الفائدة منها الآن؟ إذا قلت أن الحسين أخطأ أو ما أخطأ أو يدخل ما الفائدة من الآن؟ انتهى الموضوع. على السنة والجماعة عقيدتهم وجوب الانقياد لمن بويع، وأن من بويع واجتمعت الكلمة عليه وجب على الجميع السمع والطاعة له، وحرم الخروج عليه. حرم الخروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا ما نعرف هذه المسألة، لكن عاد لما قلت السؤال نقول الحسين رضي الله عنه وأرضاه في خروجه كان الأمر خلاف ما يريد، وكان عدم الخروج هو الأولى والبقاء هو الأولى، والدخول فيما دخل الناس بأولى، لكنه غرر به وقيل إن العراق كلهم معه وأن بيعته انتظمت إلى آخره، فظن صدق ما يقولون وحقيقة ما يقول واقع. لا، واقع أن العراق والشام ومصر والحجاز واليمن وسائر البلاد قد أعطوا البيعة ليزيد بن معاوية في حياة أبيه، وأصبح إماما معترفا به، لا يجوز الخروج عليه ولا التعدي على خلافته. هذا هو الذي نأمر، ولكن قدر الله نافذ بلا شك. جزاك الله خير يا ام عمر. جزاكم الله خير يا شيخ ونفع بعلمكم. شكرا لك يا ام